التسجيل بدا في لو اس تي مدارس العليا للتكنولوجيا. في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوب على كاع الاسئله ديالكم اللي كيتعلقوا بهذه المباراه. باش غندير هذا الشيء غادي نمشي للمصدر اللي هو هذه المذكره منظمه لهذه المباراه. اول حاجه كيدويو عليها في هذه المذكره هو الاهداف ديال التكوين، يعني اش غتستافد الا قريتي في لو اس تي. دونك هاد لي فيستي كتكون لنا تقنيين عاليين، مكونين نظريا وتطبيقيا، يعني كتوفروا فيهم مهارات تقنيه وكفايات حياتيه وذاتيه كتخليهم يخدموا في مختلف المجالات الاقتصاديه والصناعيه. من بعد عطاونا هنايا عدد ديال المقاعد. دونك اول حاجه هذا العام كاين 13450 مقعد في المجموع. هاد المقاعد هادو موزعين على هاد المدن بهذا الشكل هذا: فاس 1020، مكناس 1000 اتسيتيرا. دونك شوف المدينه اللي بيتي باش تعرف عدد المقاعد اللي موفرين ليها هاد العام. مده الدراسه في ليفيستي هي عامين، يعني فيها 4 ديال الفصول، 4 ديال لي سوميستر. هنايا عطاونا شروط التسجيل كاينه باش تسجل. خصك عندك سواء الباك ديال هاد العام، يعني موسم 2024 2025، ولا ديال العام الفايت يعني 2023 2024. هاد المباراه فيها فقط الانتقال اللي كيتم 75% ديال الوطني و25% ديال الجهوي، مضروبه في معامل ترجيح. هاد معامل الترجيح غادي نشوفوه في الجداول كاين في التحت. ملي قالوا لي هنا كيفاش كيتم التسجيل. دونك التسجيل كيتم في الموقع ديال cursusu.gov.ma. المده ديال التسجيل هو من 2 28 يوليوز حتى للسبت 23 غشت، يعني من الاثنين اللي فات 28 شهر 7 حتى 23 شهر 8. دونك وانت كتسجل حاول تختار 10 ديال الاختيارات على الاكثر، يعني ما خصكش تفوت 10، يعني ممكن تختار قل، ولكن 10 الماكسيموم. هنا عطانا بعض الملاحظات، قال لك ديما تبقى تطلع البريد الالكتروني حيت تما ممكن يطلبوا منك شي وثيقه من بعد. قال لك الا كان عندك شي وثيقه مكتوبه بشي لغه مختلفه من غير العربيه والفرنسيه والانجليزيه خصك ترجمها، وهذا الشيء خصوصا الناس اللي جابوا لي ديبلوم على برا وعندك خصك شي وثيقه. دونك راه الملف ما فيهش شي وثيقه راه كيتلغى اوتوماتيك. دونك من بعد هذا الشيء كامل غيعلنوا على النتائج في نفس الموقع باش تسجلتي cursusu.gov.ma، غيتعلنوا قبل من 2 1 شهر. دونك من بعد النتائج غادي تعينوا في المؤسسه ديالك. التعيين كيتم 3 ديال المعايير. اول حاجه الاستحقاق على حسب شحال بغيتي في الوطني والجهوي. من بعد الترتيب اللي اختاريتي، دوك 10 اللي قلنا في الاول خصك ترتبهم من اللي بغيتي الفوق وانت هابط لتحت، وحتى على حسب هاد المقاعد اللي كاين في كل مؤسسه. واخيرا عمليه التسجيل غادي من الاربعاء 3 شهر 9 وكتم بهذه الطريقه هذه. دونك اول حاجه كيتسجلوا الناس ديال لا ليست برينسيبال نهار الاربعاء والخميس 4 سبتمبر. دونك بالنسبه للناس ديال تحسين الاختيار والناس اللي تقبلوا في لا ليست داتونت غادي يتعلنوا نهار 2 8 سبتمبر، وغادي يسجلوا ما بين 3 والخميس 9 و11 سبتمبر. دونك هنا عطاونا ملاحظات مهمه. الا تقبلتي في الاختيار الاول ديالك فراه اوتوماتيكمون غيتلغاو الاختيارات الاخرين. الحاجه الثانيه الا علنوا شي نتيجه ومشيتيش درتي ما جاوبتيش على المقترح فراه كيتعتبر بحال رفضتي ذاك المقترح. ولا ما عجبكش ذاك الاختيار خصك تمشي تضغط على تحسين الاختيار. بالاضافه لليست داتونت الاولى ممكن يتعلن على لي ليست داتونت اخرين الا الناس ما مشاوش. دونك بقى ديما ترد البال دخل الموقع الالكتروني ديالك. داكشي اللي قلت هنايا ضروري تبقى ديما تدخل الموقع حيت باش كيبقى يتواصلوا معك. بالنسبه لهاد الجدول كيعطيونا عدد المقاعد في كل مسلك وحتى في كل مدينه. مثلا اسفي الا بغيتي تجيني انفورماتيك فراه كاين 180 مقعد. وفي المجموع ديال اسفي كامله كاين 620 مقعد. وهذا الشيء كينطبق على كاع المدن. حاول تمشي تقلب على المدينه ديالك وعلى التخصص ديالك وشوف عدد المقاعد اللي كاينين. هذا الجدول كيعطينا معاملات الترجيح كما قلت لكم قبل. راه طريقه حساب معدل الوقت 90% ديال الوطني زائد 30% ديال الجهوي كنضربوه في واحد المعامل اللي هو معامل الترجيح. كتلقاوه هنايا. هنا كيفاش كديروا كتشوفوا الشعبه اللي بغيتي تدفع عليها، كتشوف الشعبه اش خديتي الباك، وكتشوف معامل الترجيح اللي عندك. انا نعطيك مثال. مثلا بغيت دير الانرجي رينوفلابل وعندك باك علوم فيزيائيه. دونك معامل الترجيح ديالك هو 1.3. دونك كتحسب 90% ديال الوطني زائد 25% ديال الجهوي كتضربها في 1.3. دونك في هذا الجدول كيعطيونا المدارس العليا للتكنولوجيا كاين في المغرب كامل. المدن ديالهم كيعطيونا حتى العنوان فين كاينين بالضبط، وكيعطيونا حتى الموقع الالكتروني ديالهم.